بجد اليوم كان بادئ تحفة وكان ملوش حل والأجواء كانت جميلة، وخليكم معانا الفيديو تحفة جدا وأجواءه حلوة جدا. بس بعد ما شوت لهم الفراخ اتنكد عليا الأهلي والماتش كان زي في الآخر ما نكسبش، وكنا بنتفرج على الماتش. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى صلوا على الرسول واقول لكم انا عملت الفراخ الجامدة دي ازاي. اول حاجه انا تبلتها قبلها بيوم زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي قبل كده. كنت متبلاها معاكم وطالعه لايف وانا متبلها. التركه بقى دي مهمه جدا وبتتعمل في المطاعم، بس مش كل المطاعم بتطلعها بنفس الجوده. اللي هو البصل المتكرمل اللي بيبقى مع الفراخ المشويه وبيتاكل بالعيش كده بيبقى ملوش حل. ازاي نكرمل البصل؟ بصلتين كبار مع قرن فلفل الوان وقرن فلفل سبايسي، وتحطي شويه زيت يسخنوا. بتحطي زيت مش بتحطي سمنه، بتحطي زيت. وبعد كده ترشي عليهم معلقه من السكر وتسيبيهم لحد ما البصل يبقى بالحلاوه اللي انت شايفاها دي، يبدأ يكرمل. هنا كنت بولع الفحم علشان خاطر ايه؟ اولع على السطح. يا ريت بقى تدعموني بلايك حلو وتعليق حلو للفيديو. بجد الفيديو ده تحفة جدا جدا، وبجد فيه راحة نفسية جامدة. لان انا ظبطت كل حاجة وشويت. ولادي طبعا كانوا بيساعدوني، ربنا يبارك لي فيهم. قرروا ان هم كده يساعدوني، وحطينا بقى الفحم اللي انا كنت بولعه على البوتاجاز وحدتين الفحم دول. وما عنديش شوايه، جبت الصاج ده قديم عندي مش بعمل بيه اي حاجه. يعني لو ما عندكيش شوايه فحم عادي جدا ممكن تجيبي اي حاجه ألمونيا او صاج مش بتستخدميه زي كده بالظبط وتحطيه عادي جدا. بس انا عندي بقى السقاره بتاعت الفراخ دي. بعد ما الفحم كده زي ما انتوا شايفين ولع كله، والولاد فضلوا يهوي عليه لحد ما ولع. حطيت بقى كده السقارة وسخنتها على النار زي ما انتوا شايفين. وهحط بقى الفراخ بتاعتي المتبلة دي. معايا فرخة ونص ما شاء الله. اللهم بارك. عايزه اقول لكم بقى البصل اللي انا عملته في اول الفيديو. طبعا بعد ما هو بيبقى تحطي عليه معلقه سكر وبتسيبيه. بتسيبيه على نار هاديه لحد ما يتكرمل معاكي. وبعد كده بتحطي له رشه من رشه ملح ورشه فلفل اسود صغيره. مش بتزودي التوابل فيه علشان كده كده الفراخ بتاعتك بتبقى متبله كويس ومتملحه كويس. رشه ملح بسيطه، رشه فلفل اسود بسيطه، رشة بهارات فراخ بسيطة، كل حاجة توابل بسيطة جدا. احنا عايزين السكر يكون باين فيه، لان ده المطلوب ان احنا السكر بتاع البصل ينزل البصل السكر بتاعه. وكمان السكر اللي احنا حطيناه مع البصل يكون ايه؟ مسكر الخلطة كده ومخليها طعمها حلو جدا. هنا انا حطيت الفرخه الاولانيه، يعني نص فرخه الاولانيه مقطعه كده قطع صغيره. وبقيه الفرخه التانية سايباها زي ما هي منابات كبيره. هاجي عشان احطها هلاقي السقاره مش مكفيه، فهقفل على دول لحد ما يشوا. وبعد كده هرجع اشوي التانيين دور تاني. طبعا برش كده بالخلطه اللي انا عاملاها الجميله. الخلطه طبعا شوفوا الفيديو شوفوا الفيديو اللي انا كنت عاملاه معاكم وانا بتبل الفراخ. وطبعا اللي مش هيشوف الفيديو اقول لكم على تتبيله الفراخ بتاعتي بتطلع تحفه تحفه ومن غير اي افتكاسه يا جماعه. بصلتين، طماطمايه واحده، قرنين فلفل، واحد سبايسي وواحد مش سبايسي، واحد عادي بارد. بضربهم في الكبه. حط عليهم بقى فلفل اسود، ملح، بهارات فراخ، زعتر، كل البهارات بتاعه الفراخ بتاعتك تقدري تحطيها على الفراخ المشويه. بس كده. شويه من الزيت وشويه من الخل وليمونه بتضربيها معاهم في الكبه، بتدي تيست حلو جدا للفراخ المشويه. الليمون لما بيتضرب مع الخلطه بيبقى طعمه بيخلي الفراخ طعمها حلو جدا. هقفل بقى الشوايه بتاعتي على الفراخ علشان خاطر ايه؟ تستوي. وزي ما انتوا كده شفتوا في اول الفيديو بعد ما استوت وبعد تمام التمام وخلاص ونزلنا وكنا هناكل فوق. بس لما الماتش اشتغل ولادي حبايبي كانوا عايزين ياكلوا فوق، وحطينا المفرش وحطينا الطبلية علشان ناكل فوق كده. في الجو كان تحفة، الجو كان هوا جدا. بصوا الدخان اصلا بيطير ازاي وانا فستاني بيطير. الجو كان هوا، كان جميل جدا على السطح. والولاد كان نفسهم ياكلوا فوق جنب كده ريحة الشوي كده. بس طبعا لما الماتش اشتغل باباهم قال لنا لا تعالوا ناكل تحت
علشان خاطر نتفرج على الماتش، واتحرق دمنا وما كسبناش ونكدوا علينا والحمد لله ان احنا كنا يعني في بداية الشوط الاول كنا خلاص كنا، بس اتحرق دمنا وكان نفسنا ان احنا نكسب. وبجد والله احنا مفتقدين فعلا امام عاشور، لان الاهلي مش عارفه يعني حتى الماتش اللي كان قبل كده احنا برضو ما كسبناش، ولا طبعا التانيين كسبوا، كان تعادل 0-0. بس في كلتا الاحوال احنا مش بنلعب، يعني بقالنا ماتشين كده الاهلي ما بيعملش اي حاجه، يعني اللعيبه بجد نايمه في الخط خالص. ما اعرفش هم عاملين كده ليه، ما اعرفش ايه مشكلتهم، المشكله في المدرب ولا المشكله عندهم هم؟ مش عارفه، بس ربنا يا رب يوفقهم. احنا محتاجين اللعيبه تصحصح شويه كده، محتاجينهم يصحصحوا، علشان كده مش نافع. طبعا انا جبت نضارتي، الدخان عمال يدخل في عيني، نزلت جبت النضاره بتاعتي وحسيت ان انا في اجواء كده مصيف واجواء بحر. بجد ممكن بجد تعملوا الحركه دي، تجيبوا فرخه كده مشويه وتشويها زي ما قلت لك في اي حاجه. ممكن على فكره تحطي الفحم في صينيه مثلا مش محتاجاها، ألمونيا، اي حاجه مش محتاجاها قديمه عندك مش بتستخدميها، تولعي الفحم وتحطيه فيها وتحطي عليها كده شبكة. حتى لو ما عندكيش السقارة بتاعة الفراخ، ممكن تحطي شبكة من بتاعة الميكروويف او بتاعة البوتاجاز. وبجد في حلول كتير قوي، وتقضي يوم حلو جدا على الروف. في الاجواء بتاعة العصاري دي بتبقى اجواء حلوة جدا. كده كانت الفراخ بدأت تاخد لون، هقلبها علشان كانت يعني هقلبها على الجنب التاني علشان طبعا كلها تستوي من كل الجوانب. عايزه اقول لك بقى ان انا كل ما الفراخ تنشف كده برش عليها من الخلطه اللي انا عاملاها دي. انا طبعا بظبط كده الاماكن بتاعتها علشان خاطر ايه، تبقى كلها جنب النار. بحاول اجيب الحتت الكبيره جنب النار علشان خاطر ايه، تستوي وتنشف كويس جدا من الميه بتاعتها ومن الدم طبعا، ما تبقاش فيها دم خالص. وبص انا مقطعاها قطع صغيره. التانية برضو اللي في العلبة دي هقطعها برضو، هفتحها كده وهقطعها المناب على 2 علشان خاطر برضو لما تتشوى تبقى ناشفة وحلوة من جوه وما فيهاش دم خالص. بصراحة ولادي كانوا بيساعدوني، وشفتوا زي ما انتوا شايفين كده كنا مطلعين الطبلية بتاعتنا ومطلعين حاجة نقعد عليها وعاملين أجواء حلوة جدا. وعملت لهم بقى طحينة، وزي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو، عملت لهم رز أصفر وعملت لهم طحينة وعملت لهم سلطة بلدي. والأكلة كانت في منتهى الجمال، وقضينا يوم حلو جدا وكنا هنقضيه على السطوح. بس بقى لولا الماتش طبعا نزلنا اتفرجنا عليه تحت علشان خاطر كنا عايزين نشوف يعني ان احنا هنكسب ولا لا، وكان عندنا امل ان احنا نكسب طبعا. بس ربنا عاوز كده، وربنا يوفقهم في اللي جاي. واحنا بجد بنتمنى ان احنا نشوف اللعيبة بتاعتنا في احسن حال. ربنا يا رب يوفقهم ويشفي امام عاشور، بجد ربنا يشفيه. لان هو بجد في الملعب بيعمل ضجة جامدة جدا جدا. هسيب بقى الفراخ بتاعتي تاخد وتدي كده على الفحم، وهقعد بقى كده في الجو الحلو ده في وسط ولادي على السطوح. الجو عايزه اقول لكم كان تحفه، انا لو اشغل لكم الصوت الجو كان تحفه جدا، والولاد عماله تطير طيارات. لا بجد بصوا اهو، يعني لسه هقول لكم طيارات بجد. الاجواء كانت حلوه جدا والجو كان حلو جدا. انا كنت حاسه ان انا قاعده في، يعني زي ما اكون قاعده على البحر. الجو كان عالي، الهوا كان عالي، والجو كان حلو وكان ممتع. فممكن تغيروا جو، تعملوا أكلة تطلعوا فيها على السطح. مش شرط ان احنا نطلع في اي مكان، مش شرط ان احنا نخرج، مش شرط ان احنا فلوس. بجد والله الراحة ممكن تيجي من غير فلوس خالص. تقدري تعملي المستحيل بدون فلوس. اكلك العادي خالص اللي انت بتاكليه تاخديه كده وفي صينيه على صينيه مثلا، او تجيبي الطبليه بتاعتك وتطلعي على السطوح تقعدي كده تشربي كوبايتين شاي فوق. في الجو بتاع العصاري ده بيبقى حلو قوي، بجد بيبقى حلو جدا ومش بنستمتع بيه. لا بجد انا لما طلعت يوم كده فوق حسيت ان لا، الواحد فعلا في حاجات بتبقى فايتاه ما بيعملهاش، مش بيعملها. بس بعد اليوم ده لا هعمل كده على طول بصراحة. يعني لا كل فترة كده هعمل أكلة ونطلع بيها فوق. وولادي بصوا كانوا عاملين بقى يهووا على الفراخ، كانت خلاص قربت تستوي.
وبعد بقى ما تستوي بقى خالص تماما هاخدها بقى واحطها على البصل المتكرمل اللي انا كرملته معاكم في اول الفيديو، وهديها يعني ايه غلوة واحدة بس، غلوة واحدة بس في الحلة كده على النار واحدة بس، عشان خاطر البصل يمكس مع الفراخ. وهتطلع بقى زي ما انتوا هتشوفوا كده، زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. هوريكم برضو وانا بعمل في الحلة هتبقى شكلها عامل ازاي. بألف هنا وشفا يا رب. ده ابني الصغير بقى كان عمال يهوي على الفراخ، مع ان الجو كان هوا، يعني الجو كان هوا خالص. بصوا انا مش مجريه الفيديو خالص، عايزه اقول لكم ان انا مش مجريه الفيديو، والهوا بصوا عمال يطير في الله الدخان ينور يا سليم. بتاع الفحم. الهوا عمال يطير فيه. لا الجو بس طب كان انا كنت تحفه لسه بجد. هحطهم لما لما تلاقوا افضي الجو في حلو كده الاطباق. اطلعوا غيروا جو. يا ريت. هتحسوا ان انتوا لما تنزلوا اكنكم كنتوا خارجين وجيتوا، يعني هتحسوا بتغيير بجد. انا حسيت بالتغيير ده فعلا. ما كنتش متخيله ان الاجواء دي هتبقى حلوه كده. والسما كانت صافيه وكانت جميله. بصوا طيارات العيال بقى كانت عماله تطير، كنت حاسه ان انا على البحر وشايفه المناظر الحلوه الجميله دي. وطبعا دول ولاد جيراننا كانوا عمالين يعملوا شقلباظات كده بالطياره. الطياره الورق دي والاحاسيس الحلوه بتاعت زمان دي. بجد احنا مفتقدين كل الكلام ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، فيديو ممتع وكله حماس وكله طاقة إيجابية. جربوا الأجواء دي هتعجبكم جدا وهتحسوا بالكلام اللي أنا بقوله لكم. ودي الفراخ بعد ما مكستها مع البصل وهي متكرملة. وده الشكل النهائي بقى بتاع الأكل. الغدوة كانت تحفة يا جماعة، بس ربنا يسامحهم بقى نكدوا علينا. وبعد ما أكلنا وشربنا الشاي اتنكد علينا. كان نفسنا نكسب ونعمل حاجة. دمتم في حفظ الله. رب الفيديو يعجبكم. باي.